أسعدتم أوقاتا أعزائي المشاهدين من استوديوهات قناة بادينانسات. نتواصل وإياكم على تقديم برنامج كانديد أو المرشح مع المرشح، ومن خلال هذا البرنامج نعرف لكم أحد مرشحي القائمة 162 قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بمحافظة نينوى. اليوم وفي الاستوديو نستضيف سيدة كريمة وسيدة أحزنتني بقصة في الحقيقة قبل أن أدخل البرنامج جعلتني أنسى ما سأقدم عنها هذا اليوم. إنها ابنة مدينة الزيتون مكرمة خضر سعيد، وهي حقوقية تحمل شهادة بكالوريوس بالقانون، معاون قضائي على ملاك التربية في بعشيقة، ويقال بأنها غنية عن التعريف في محيطها، ليس كونها يزيدية وإنما إنها ابنة بعشيقة حقا. المسيحيون والمسلمون قبل اليزيديين يكرمونها كما هي مكرمة، وهي تحمل الرقم 32 ضمن القائمة 162 في محافظة نينوى كما ذكرت. وسنتكلم عن بعشيقة وما يدور فيها الآن وما يجب أن يحصل عليه أهالي بعشيقة بشكل خاص وفي محافظة نينوى بشكل عام. الأستاذة مكرمة خضر سعيد، أهلا وسهلا بك في استوديو بادينانسات. نشكر حضورك ضمن حقيقة اليوم الوقت لم يعد كافيا أمامكم وأنتم في حملة الانتخابات، كما لدي علم بأن لديك وضع خاص وأزعجناك بالحضور إلى هنا، ولكن كان من المفروض أن نلتقي بك ونتحدث وتتحدثين إلى جمهورك وإلى أهالي نينوى بشكل عام. مرة أخرى نشكرك ونشكر حضورك. أهلا وسهلا بك أستاذ. في الحقيقة لا نريد أن ندخل في الموضوع الذي تحدثت فيه قبل الآن. سندخل إلى مدينة الزيتون كما وصفتيها ونتحدث عنها. بعشيقة الآن حاليا كيف الوضع هناك؟ هل أهالي بعشيقة عادوا إليها وهل الحياة عادت إليها بشكل طبيعي؟ كم هي النسبة المئوية التي عاد إليها أهالي بعشيقة حاليا؟ بداية أشكر ضيافتك أستاذ. وبالنسبة لمنطقة بعشيقة وبحزاني كمنطقة مدينة جدا جميلة وغنية عن التعريف، بعشيقة وبحزاني من المناطق المناضلة، من المناطق اللي شهدت حملات دمار وتخريب بعد هجوم تنظيم داعش عليها. وبرغم هذا الشيء داعش دمر، نهب، خرب، بس الشيء الوحيد اللي ما قدر يحصل عليه واللي ما قدر يوصل له أنه ما قدر يكسر الإرادة بداخل كل مواطن في بعشيقة وبحزاني. إرادة الحياة عند مواطنين بعشيقة وبحزاني بالتحديد هي أقوى من إرادة داعش لهم بالموت، والحمد لله تصدوا لهذا الموقف بقوة وإرادة. والدليل على هذا رجوع نسبة كبيرة من النازحين من المناطق اللي نزحوا لها، وتتجاوز تقريبا 75% إذا مو 80. فهاي نسبة جدا ممتازة. أولا لأنه مثل ما حكيت بالبداية إرادتهم أول شيء بالحياة قوية، وثاني شيء رجعوا ليعمروا مدينتهم بإرادتهم وقوتهم وبسواعدهم. الإعمار بدأ ببعشيقة، يعني الأهالي بدأوا يعمرون، لو الحكومة والجهات المختصة هم يعني تساعدهم؟ بالبداية الأهالي تقدموا لتعمير المنطقة، لأن أي مواطن صاحب نخوة أو غيره من يجي يشوف منزله أو محله مدمر أكيد ما يقبل بهذا الوضع، لأنه المواطنين في بعشيقة على فكرة ناس عقليتهم أول شيء مجتمع مثقف جدا، وثاني شيء مجتمع تجاري.
فالحركة التجارية جدا ممتازة بعشيقة، وكمنطقة مثقفة ومنطقة واعية أكيد ما تقبلوا بالصورة اللي اجوا وانصدموا بها. فكل إنسان بداية رجوعنا على بعشيقة، كل إنسان في ضمن اختصاصه في ضمن مهنته تطوع، وهذا الشيء يعني ممكن تشوفه على صفحات الفيسبوك. العامل البسيط تبرع للبناء مجانا، رجال الدين اللي الناس اللي احنا عدنا نسميهم بالطبقة اليزيدية الخلمة كارين، جو تحدوا الحار والبرد وتحدوا كل الظروف وجو يعمرون. والناس الطيبة اللي تحس بالمسؤولية ويهمها تظهر بعشيقة وبحزاني بالصورة اللي قبل داعش، الصورة النقية الصافية، تقدموا الكل وبادروا للبناء وللترميم حتى عن طريق تمويلهم الذاتي، يعني تبرعات. جمعنا تبرعات من أهالي المنطقة لنظهر بصورة جدا جميلة. وبعد فترة توالت المنظمات مشكورة، قدمت مساعدات جزئية الصراحة، يعني مو مساعدات خلينا نقول بصورة تفي بالغرض أو بالمستوى المطلوب. هي ما تفي أكيد بالغرض مع احترامنا لجهودهم، لأنه نسبة الدمار بعشيقة كانت كبيرة. ايش قد كانت تقريبا يعني حسب؟ كانت بين 65% إلى 70. لأنه أنا بنت مدينة الزيتون، وأنا تجولت بأفرعها وبأحيائها، أشوف يعني منزل واقف وأربعة خمسة واقعة. يعني شوف حجم الدمار الكلي بالنسبة للمنازل كان تقريبا 300 بيت مدمر كلي، 300 بيت تدمير جزئي، 250 إلى 300 محروق كامل. ناهيك عن الأضرار الطفيفة من جراء الشظايا أو القصف، لأن منطقة بعشيقة تعرضت لهجمة عنيفة. داعش لعب دورة بالهاونات وبالقذائف وبالقصف، وبنفس الوقت الطيران في مرحلة التحرير، وهو يعني كهدف كان بالنسبة إلى داعش انتشر وتوغل بكل المنازل بكل الدوائر. فكان وجود أي داعشي في أي منزل كان يعرض هذا المنزل إلى الدمار الغربة يعني. نعم، يعني بعشيقة كما الموصل وكما الكثير من الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى تعرضت لدمار شبه كامل، وأهاليها أيضا تعرضوا إلى مآسي وويلات في الحقيقة. كنا نعيش تلك اللحظات الحرجة والمأساوية. وحضرتش أشرتي أنه داعش دمر كل شيء، بس لم يستطع أن يحطم أو يكسر إرادة أهالي بعشيقة. بعشيقة مكوناته مسيحيين، يزيديين، مسلمين، أعراب، وأقليات أخرى أيضا، يعني إذا صح التعبير. هل التلاحم عاد كما كان عليه قبل داعش بين المكونات؟ هل داعش يعني أثرت على هذا التلاحم أم صمدوا؟ حقيقة أهل بعشيقة وبحزاني علاقتهم وتآخيهم عميق الجذور أول شيء، والدليل أنا بجولاتي بحملة انتخابية أنا أدخل على بيت أي منزل من إخواننا الإسلام والمسيحية واليزيدية، عندهم الكل نفس الروح، نفس الاندفاع، نفس الحماس. ليش؟ لأنه أهل المنطقة متعاونين ومتكاتفين ويد بيد، وإحنا لا شك إحنا كأولاد منطقة ما في يوم شككنا في عائلة من عوائل بعشيقة من إخواننا المسلمين، لأنه إحنا علاقاتنا مثل ما حكيت بالبداية علاقات جذرية عميقة. الإخوان من جماعتنا الإسلام استقبالهم وحفاوتهم ومواقفهم غنية عن التعريف. وبالنسبة لي أي منزل من منازل عوائلنا وإخواننا الإسلام أنا من قصدته أول شيء يعني يبادرون الترحيب، هذا أغنياء عنا. وثاني كلمة يقولوا لي أنت بنت منطقتنا،
بعيد عن كل المسميات. احنا واقفين كمرشحة وتزورين الناس والعوائل والنازحين أيضا والمنطقة بشكل عام، ما زلنا داخل بعشيقة، أهالي بعشيقة، ما هي مطالبهم أو مطالب بعشيقة كمدينة؟ ما الذي يطلبونه منكم كمرشحين؟ ماذا يريدون منكم؟ ماذا سيستفيدون إذا صوتوا للسيدة مكرمة أو للقائمة 162؟ شنو هي مطالبهم يعني؟ أكيد في الوضع الراهن المنطقة مدمرة، يعني دمار شبه كلي. أول شيء يطلبوه مني هو إعمار المنطقة وتوفير الخدمات كافة. والنقطة الثانية الطلبة الخريجين اللي صارت أعدادهم هواية ولحد الآن ما لاقوا فرصة من التعيينات، وهذا أكيد محزن بالنسبة لطالب ثقل على أهله وشكل مسؤولية كبيرة بعد التخرج، يكون قاعد بالبيت وما مستفيد من شهادته. هاي مسؤولية أول شيء وثقل ثاني شيء، هاي أمانة بالنسبة لي أوصلها في حالة الفوز إن شاء الله. أو النقطة الثالثة العوائل اللي زرتهم، أغلب العوائل المعوقة بعد النزوح وبعد الظروف اللي واجهناها من نهب وسرق، يعني الحالة المادية الصراحة رديئة. أكو عوائل ما عندها إمكانية تشتري كرسي لمصابها لمريضها. أكو أكثر أعداد كبيرة من المرضى أرجلهم مقطوعة بسبب المرض أو معوقين يعني. فعوائل جدا متعففة وفعلا محتاجة الوقفة، وقفة حقيقية ودعم. نعم. أنا قابلت أكثر من عائلة حتى إمكانية صرف الدواء ما عندهم. معاون قضائي على ملاك التربية في بعشيقة حضرتك. نعم. سلك التربية، هم نرجع إلى سؤال مدى تضرر سلك التربية في بعشيقة جراء الحرب الأبنية المدرسية والمدرسة اللي كنت أداوم بها بالتحديد أكيد تأذت. كل المؤسسات الحكومية تأذت وأخذت نصيبها من الدمار. بس احنا كمؤسسة تربوية وتعليمية رسالتنا التربية من ثم التعليم. من يجي الطالب على مدرسته يشوف المدرسة مدمرة أو بها نقص، هاي تنعكس على حالة سلبية بالنسبة على الطالب أكيد. فكنت أتمنى النهوض بالواقع التربوي بصورة أفضل ودعم للواقع التربوي بصورة أفضل. ليش أستاذ؟ لأن هاي النقطة اللي سألتني بها كلش حساسة. احنا بامتحانات نصف السنة الطلبة كانوا يعانون أكيد. نصف السنة الشهر الواحد البرد قاسي وتقريبا عز الشتاء، كان نقص بالحصة النفط والمدافع النفطية، لدرجة العوائل والناس الطيبة تبرعت بمدافع للمدرسة، لأنه الطلب اللي تقدم للتربية ما تجاوب عليه أو تأخر، بالأحرى تأخر في التوفير. فأنا كنت أشوف الطلبة اللي يعانون من هاي النقطة مع الأسف، وكنت أتمنى يكون عندهم دعم أكبر، لأنه الطالب من يجي لمدرسة وهو مقبل على امتحان المفروض تتوفر له كل الوسائل ليؤدي امتحانه بشكل مناسب وليحصل على النجاح، يعني كأنما يحس نفسه هو ببيته. فالمفروض لا يكون فرق. كنت إذا أسأل السؤال افتراضي، نعم أستاذ سيد مكرمة، يعني إذا الله وفقك إن شاء الله ووصلت إلى قبة البرلمان مجلس النواب العراقي، نعم. طبعا اكو لجان داخل البرلمان، اللجنة اللي تريدين تكونين ضمنها راح تكون لجنة التربية والتعليم لو تختارين لجنة أخرى؟ والله يا أستاذ أتمنى في حال وصولي للبرلمان أكون بلجنة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، لأنه حقوق الإنسان انعدمت في هذا الزمن، وخاصة بعد هجمة داعش. ليش؟ لأنه داعش من إجا تدمر أو راد يقضي على آدمية هذا الإنسان، وآدمية هذا الإنسان تهمني أول شيء كمواطنة، ثاني شيء كأم، ثالث شيء كمسؤولة. هذا الإنسان إذا تريد تعيد هيكليته وبناءه من جديد
وبناء هذه الآدمية داخله، ولا يحس أنه فعلا إن إنسان معزز مكرم في بلده، المفروض واللي هو واجب في نفس الوقت علينا نهيئ له ونقدم له كل الوسائل اللي تعيد بناء هيكلية هاي الآدمية، اللي من توفير خدمات وتوفير فرص عمل، والعمل على متابعة هذا الشخص، توفير مراكز علاج صحي نفسي، توفير مراكز ثقافية، اهتمام أكثر، لأنه الفترة 3 سنوات اللي عانيناها بالنزوح تركت آثار سلبية في نفسية كل شخص. أكيد إعادة بناء الإنسان ومرور المنطقة بفترة زمنية عصيبة جدا، خصوصا من حيث انتشار الفكر التطرفي والداعشي، يعني أكيد أثر على الإنسان بشكل عام، المسلمين قبل الأطياف الأخرى يعني أو الأديان الأخرى. كيف يمكن أن نعالج هذه المعضلة، أو مثل ما يقولون نشيل الفكر التطرفي ونزرع فكر مدني حر وفكر يخدم الإنسانية اللي أنت تتحدثين عنها؟ شنو هي الوسائل والآليات؟ الوسيلة الوحيدة ممكن باختصار تجاوز العنصرية والطائفية بالمنطقة، والحمد لله والشكر احنا كأبناء منطقة دائما ننشر هذا الوعي، لا يكون في نفس أو في داخل شخص أو إنسان من المنطقة السلبيات اللي تركتها أحداث داعش. احنا دائما، وأنا واحدة من الناس، أنشر هذا الوعي، لأنه كإنسانة مثقفة وواعية ومتعلمة، نظرتي لداعش والمحور اللي وضع به كافة الأديان والأطياف، فمن خلال جولاتي أنشر الوعي بين الناس على أنه داعش كانت اللعبة بس أثرت على أهالي المنطقة، يعني هي أكيد لعبة من حيث المجتمع الدولي أو الدول أو الجهات التي كانت تريد تطبيق أجندات خاصة بهم بالمنطقة، ولكن بالنسبة لأهالي الموصل أو أهالي العراق بشكل عام يختلف، يعني لأنهم أثروا على أهالي المنطقة، أثروا على ذهنيتهم وعقليتهم وتوجهاتهم الفكرية والعقائدية يعني. فأريد أتطرق إلى موضوع، يعني المدرسة هي اللبنة الرئيسية لبناء الإنسان. كيف يمكن أن أو بالأحرى، هل المدرسة بالعراق الآن يعني هي الركيزة لبناء الإنسان المدني، أو يجب تغيير المناهج وتغيير أساليب التعليم لتفادي بروز فكر داعشي جديد في المستقبل؟ أكيد المدرسة أساس البنيان النفسي للطالب وللطفل من المرحلة الابتدائية وصولا إلى الجامعة. الواجب اللي تفرضه علينا الرسالة التربوية، نعد هذا الجيل ونربيه على أساس بعيد عن الطائفية وبعيد عن السياسة. الطالب اللي يلجأ للدراسة المفروض دائما تترسخ داخله المناهج الحالية بالعراق هي تساعد على بناء هذا الإنسان المدني الحر، أو يجب أن يتم تغيير المناهج؟ هذا ما كنت أقصد. تغيير المناهج المفروض يكون في صالح نفسية الطالب أول شيء، وبعيد عن أي مواضيع دينية وبعيد عن أي خلافات، لأنه بالمواضيع الدينية اللي يتطرقوا لها عن كافة الأديان، هاي اللي تسبب تنشر نوع من الحساسية بين الطلاب. المفروض المدارس الدينية تكون أول شيء منفصلة، وثاني شيء تؤدي رسالة سلام، رسالة إنسانية بحتة. فكنت أتمنى المناهج تخلو من كل العبارات أو المواضيع اللي تأجج بداخل الطالب هذا الفكر. نعم. حضرتك خلال هاي الفترة 20 يوم تقريبا من الحملة الانتخابية زرتي مناطق غير بعشيقة السهل نينوى داخل مركز الموصل
أكيد أكيد. أنا زرت في داخل مركز محافظة نينوى الأيسر الأيمن. أنا زرت الأيسر، وبالمرة أنا زرت الأيمن، بس من خلال زيارتي أنا انصدمت وتألمت للواقع اللي تعيشه مدينة الموصل بحق. لأنه أنا بالنسبة لي أم الربيعين تعني لي. أنا أخذت شهادتي ودرست بجامعاتها، وأم الربيعين جزء لا يتجزأ منه أكيد. فاللي كان مشاعري أول ما دخلت الساحل الأيمن كانت صعبة جدا علي، وذكرتني بمقالة كنت كاتبتها بجريدة زهرة نيسان ب 2007. يعني حضرتك تكتبينها يعني كاتبة الحمد لله. كان المفروض من البداية نعرف حتى نقول كاتبة إن شاء الله. من خلال الحديث راح تكتشف مواهب عديدة أستاذ، بس كإنسانة حساسة وتشعر بالمسؤولية ذكرتني بالمقالة اللي كتبتها ب 2007، كانت تخص مدينة أم الربيعين، واللي أكثر الناس من قروها تألموا في نفس الوقت فرحوا، لأني أنا بنت مدينة أم الربيعين أول شيء، وثاني شيء كانت تبدأ المقالة مالتي: انهضي يم الربيعين، أتاك لأن أتاك الربيع متأخرا، أتاك الربيع يسأل عنك، عن فتاته الجميلة، ماذا حل بك وما الذي غيرك وغير ملامحك؟ هل أنت أم الربيعين التي فارقها قبل عام؟ أتساءل ويتساءل الربيع عن عروسه الخضراء التي تركها مودعا من قبل عام وأتاها اليوم. انفضي غبار الأيام عن نفسك وانقي سماءك الصافية. كنت أتمنى أعمدة الدخان وصورة أو مشهد المنازل المدمرة تكون قبل 10 سنوات أو 15 سنة بنفس الصورة اللي عفتها. فهذا اللي يجج داخلي مشاعر جدا حزينة. وهل ستنهض أم الربيعين؟ إن شاء الله بإرادة الطيبين، تعاطفهم، تكاتفهم بإيد أم واحدة. الربيعين تعرضت لدمار كامل، وحتى الحكومة العراقية أعلنتها محافظة منكوبة، والمحافظة والمنطقة المنكوبة على الحكومة أن تخصص لها ميزانية خاصة لإعادة إعمارها. ولكن للأسف في ميزانية 2018 الحكومة العراقية ما خصصت هذه الميزانية لأم الربيعين كما ذكرتيها. فأنتم كمرشحين، وإذا وفقكم الله والوصول إلى قبة البرلمان، أعود وأقول يعني ما الذي ستفعلونه من أجل الموصل والنينوى بشكل عام، وما الذي يتطلبه منكم؟ سيدي الكريم، من أجل نينوى وسهل نينوى وكل قرية أو ناحية تعرضت لهذا الدمار سيكون السعي حثيث، وبإرادة الله وبتكاتف الكل يدا بيد إن شاء الله راح نعيد الصورة الجميلة لأم الربيعين، لأن أم الربيعين قدمت الكثير. أم الربيعين استقطبت أعداد كبيرة من السواح، من المثقفين، من سواح العالم، كانت تقصد للسياحة. واليوم أم الربيعين صارت مقبرة أحياء. صدقني أم الربيعين حاليا مقبرة للأحياء، فإحنا نريد نعيدها للصورة اللي السابقة. أم الربيعين ابنة العراق المدللة اللي كانت صورتها صافية ونقية، وترجع مركز ثقافي جديد ومركز إعلامي ونقطة التقاء الأفكار. ست مكرم، يعني الموصل إحدى المدن التي كانت تقع على طريق الحرير. نعم. والحلب أيضا نفس الشيء. نعم. موصل اتدمرت وحلب اتدمرت. نعم. ما القصد من وراء هذا؟ هل لديك أفكار أو لديك تفسيرات لماذا تدمير هذه المدن العريقة والصناعية والاقتصادية في المنطقة؟ أستاذي، الموصل كانت وراح تبقى حلقة وصل بين الشرق والغرب، بين بلاد الشام من الغرب، وخلي الجزء الغربي
من يعني غرب العراق. فبالنسبة للنقاط اللي ذكرتها، هي خارطة الطريق اتطبقت على الموصل وعلى حلب الفيحاء، وهذا ما يألمنا، لأنه خارطة الطريق أو اتفاقية قديمة، اتفاقية سايكس بيكو اللي مضى عليها 100 عام اتطبقت للأسف، وهذا ما يحزننا. وبالنسبة لنا كإنسانة يعني طرقنا لهذه النقطة دائما من خلال حديثي أو زياراتي. أسأل الناس، أسألهم سؤال واحد، أسألهم أنه في مصلحة من تصب يهجر ويقتل اليزيدي، ويهجر ويجازى المسيحي، وتشوه ديانة بأكملها؟ في مصلحة من يصب هذا المحور كله؟ نعم. ست مكرمة، أنت تحدثتي عن في الحقيقة ألم أو فاجعة. نعم. أنت نفسك وصفت بها الجراءة احتلال داعش للمنطقة. أكيد. أنتم نفسكم ضحايا داعش. أكيد. ولديك مفقودة من جراء دخول داعش. نحن نتأسف جدا. أشكرك أخي. سأوجه لك سؤال. تحدثت عن حقوق الإنسان وتحدثت عن ما أصاب أهل المنطقة. نعم. وأنت لضحية من ضحايا داعش. نعم. سأسألك سؤال جريء جدا. تفضل. الآن وبعد تحرير الموصل ونينوى، نعم، كانت هناك المئات أو قد تكون الآلاف، نعم، من العوائل، عوائل الداعشيين أو الدواعش كما يقال، سواء كان ذلك الداعشي مسلحا قد قتل أو شرد أو وقع في الأسر. عوائلهم نساء وأطفال أيضا تم إجلاؤهم أو نقلهم إلى مخيمات خاصة طبعا، نعم، عدا المخيمات التي عملوها من يعني للنازحين. هذه العوائل تعتبرينها ضحية؟ وهل هذه العوائل ستبقى منبوذة إلى الأبد أو يجب إعادة تأهيلهم؟ لأن الطفل مهما يكن لا يجب أن يتحمل وزر ما فعله والده. هذه العوائل كيف تنظرين إليها؟ الأطفال، النساء. سيدي الكريم، بالبداية من تطرقنا لموضوع الديانة، احنا كدين الإيزيدي والمسيحي والمسلم دائما أدياننا تدعو للتسامح أولا وللتصالح والتعايش والتآخي. هناك أشخاص مجرمين فعلا، هذول الأشخاص يستحقون العقاب. أي شخص تثبت عليه الجريمة شخص يعاقب ويدان، يعني يأخذ أو يستحق جزاءه. في نفس الوقت أكو ضحايا لفكر هذا الشخص، يعني الطفل وليد هاي الظروف الصعبة، شنو ذنبه؟ إذا أبعدت عنا الفكر المسموم أو الإنسان المجرم وخليته في بيئة وفي مجتمع مسالم، في مجتمع يوعي الناس وتكون توعية دائما نحو السلم والسلام، أكيد راح بالنهاية تحصل على نتيجة أنه لأن داخل كل إنسان طيب أكو الخير وأكو الشر. إذا وصلت إلى البرلمان، نعم، سيكون لديك يعني الجرأة بأن تطرحين هذا الموضوع؟ بعون الله، لأنه أنا من خلال مشروعي الانتخابي، والنقطة الأولى في مشروعي الانتخابي هو إزالة العنف الهمجي ضد المرأة بشكل خاص وضد الإنسان بشكل عام، وتجريم السبي والاستعباد والاغتصاب. فبالنسبة لي الإنسان اللي ارتكب جريمة في حق فتاة، إذا كانت إيزيدية أو مسيحية أو تركمانية أو مسلمة، هذا الشخص يستحق العقاب. أنا لم أسمح لك بالتحدث عن مشروعك، لأن يعني الحديث في الحقيقة معك يعني شيء آخر.
نعم. فسأعطيك بعض الوقت للحديث عن مشروعك. نعم. وأنا لن أتحدث أو لن أقول شيئا، فقط أريد أن أسمع مشاريع أو المستقبلية للأستاذ مكرمة. النقطة الأولى اللي حكيتها أستاذ هو العمل من خلال هاي النقطة هو اللي راح يوصلنا لنتيجة، لأنه ما ممكن في مجتمع أكو مجرم ويتعايش مع طفل بريء أو إنسانة بريئة. هذا المجرم بالتأكيد راح يفرز سمومه وأفكاره المسمومة في بنية هذا الشخص أو في تفكيره أو في عقليته. فالشخص اللي يتعاقب واللي يتجازى على جريمته، عفوا يتعاقب على جريمته، هذا الشخص اتأهل ورجع من جد وجديد لحياته الاجتماعية كإنسان، وكفر عن ذنوبه، وانطيناه فرصة ثانية، والمفروض يعني بهاي الفرصة يثبت إنسانيته وسلامة. ما عندنا اعتراض احنا عليه، بس إذا بعد المجازات وبعد العقوبة إذا بقى بنفس الفكر فهذا خطر على المجتمع ككل، ما أحد راح يرحب به. نعم. ست مكرمة، المشروع مالك كما أرى يعني مكتوب على الورقة هناك عدة نقاط. باختصار شنو هي أهدافك المستقبلية وما ستقدمينه لأهالي بعشيقة ونينوى بشكل عام، لأن الوقت يداهمنا بصراحة، وقلت لك الحديث كان معك شيقا. أشكرك. أريد أن أسمع يعني أهم النقاط التي ستعملين عليها خلال فترة وجودك بالبرلمان. بعون الله وبإرادة الناس اللي وثقت بي واللي كانت على مستوى طموحها، وإن شاء الله في حالة الفوز، وإحنا قريبين جدا من الفوز. أنا مشروعي الانتخابي يتضمن عدة نقاط. أول نقطة اللي قبل دقائق تطرقنا لها اللي هي إزالة العنف الهمجي ضد المرأة، وتجريم الاستعباد والسبي بتشريعه بقانون ليأخذ كل مجرم عقابه. النقطة الثانية إنشاء مراكز صحية للعلاج الصحي والنفسي للناجيات من أيدي داعش لغرض تأهيلهن وإعادتهم للمجتمع كأمهات، كأخوات يمارسون حياتهم الطبيعية بعيد عن القلق وبعيد عن الخوف، لننزع هذا الخوف من داخلهم إن شاء الله. أما النقطة الثالثة من خلال مشروعي الانتخابي تقديم كافة الخدمات لكافة المناطق في محافظة نينوى وسهل نينوى، سنجار، بعشيقة، وبحزاني، برطلة، قرقوش. سهل نينوى ومدينة نينوى أمانة في رقبتنا، وإحنا أولاد هذه المنطقة، امتدادنا عميق لها وجذورنا قوية بها. في حالة تقديم هاي الخدمات بعون الله سيرجع النازحين، واللي هو الهم الأكيد اللي احنا بدنا نعمل عليه، إرجاعهم لمناطقهم وترك مخيماتهم ليعيشون حياة حرة كريمة، معززين مكرمين في منازلهم. النقطة الثالثة طبقة الطلبة والخريجين اللي كانوا مصدر ثقل ومسؤولية كبيرة على عوائلهم، والطالب بنفسه اللي عانى مشاق الطريق والغربة وجاء بعد التخرج المفروض يكون عنده فرصة تعيين. أول شيء يستفاد المجتمع من خبرته، وثاني شيء ليكون هو محقق ذاته وواصل للنتيجة اللي كان يتمناها أكيد. بالنسبة للنقطة الرابعة واللي هي جدا حساسة، العوائل الفقيرة والأيتام والأرامل قبل داعش، والأيتام والأرامل اللي بعد هجمة داعش. بالنسبة لي همي ومسؤوليتي في مساعدتهم وتقديم لهم كافة متطلبات الحياة، لأنهم أمانة في أعناقنا، ومن خسر إنسان أو فقد ما ممكن قوة بالدنيا تعوض عن هذا الشخص، ولا يكون أي شيء يملي مكانه أو فراغه في حالة واحدة بس،
من تهتم بهذا الإنسان وتأهله وتساعده للوصول للوصول لحالة اقتصادية أو اجتماعية ضمن عائلته بصورة أفضل. نعم. إذن السيدة مكرمة خضر سعيد لم تترشح وفي ذاتها بذور للانتقام، وإنما جاءت لتزرع بذور إعادة الحياة، سواء في بعشيقة أو في نينوى بشكل عام. السيدة مكرمة خضر سعيد المرشحة على القائمة 162 تسلسل 32، نتمنى لك التوفيق، ونرجو أن نلتقي مرة أخرى ونقول لك السيدة مكرمة سعيد النائبة في مجلس نواب العراق. إن شاء الله. أشكرك. وأنا من خلال برنامجكم أستاذ أتمنى من الناس اللي ينطوني أصواتهم، موعدنا معكم 12/5 لتصوتوا للقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني 162 وتصوتون لمرشحتكم الحقوقية مكرمة خضر سعيد تسلسل 32. موعدنا 12/5 إن شاء الله. بالموافقة إن شاء الله. أجمعكم أستاذ. أشكرك. إلى أن نلتقي مع رعاية الله.